Okay, let's go. أول حاجة زي ما احنا شايفين هنفك الوش بتاع الشفاط، بعدين هنفك المروحة، والموضوع سهل جدا مش صعب، وده من خلال زرار بيبقى في الجنب، بمجرد ما بندوس عليه المروحة بتتحرك. بعدين هنفك جسم الشفاط نفسه، وده من خلال مسمارين بيبقى سهل ان احنا نفكهم بايدينا. هنفكهم لحد ما نحس ان الشفاط بيتحرك معانا، بعدين هنمسك الشفاط ونشده لبره. تاني خطوة هنعملها هي إن إحنا ننضف الشفاط كويس. أولا هنأمن نفسنا، هنلبس كمامة، هنلبس جوانتي طبي، وبنجيب أي نوع مزيل دهون كويس زي اللي إحنا بنستعمله مع تنظيف البوتاجاز، لكن خلينا حريصين إن إحنا نستخدمه عن طريق قماشة نظيفة، بنحط على القماشة ونمسح. المهم إن إحنا نبعد عن الموتور، ما نرشش مباشرة على الموتور أو الجزء الكهربي، بنمسح على كل الأجزاء وبعدين نسيبها 5 دقايق، وبعدين نبدأ إن إحنا نمسحها بالقماشة لحد ما نشيل الأوساخ والدهون على قد ما نقدر. كان أنا سرعت الفيديو، لكن الموضوع مش بياخد مش أكتر من 10 دقايق. وطبعا الموضوع ده لو إحنا جربناه هنلاقيه سهل جدا، وبالتالي ممكن مرة كل شهر نفك الشفاط ونديله التنظيفة دي، فالموضوع مش هيبقى صعب كده. بعدين هنيجي للمرحلة رقم 3، وهي دي الأساسية في الفيديو بتاعنا. في البداية هنفك السويتش نفسه، هنفك السويتش من جسم الشفاط، وده عشان نحرره من الريش اللي بتقفل على الشفاط من الخارج. لكن هنرجع نركبه تاني، لكن بمسمار واحد اللي من جهة اليمين، عشان المسمار اللي من جهة الشمال ده بيقفل على الوش بتاع السويتش، وده اللي احنا محتاجين ان احنا نفكه. كان فاضل مسمار واحد ده اللي ماسك الوش بتاع السويتش، هنفكه بالراحة. لكن اهم نقطة في الموضوع هي ان احنا الوش بتاع السويتش نفضل ماسكينه بايدينا، لان في سوستة من الداخل متحكمة فيه. لو فلت مننا الوش ده هيلف وهيطلع من مكانه، وهنحتاج ان احنا الموضوع يبقى اصعب شوية. كل اللي احنا عاملينه دلوقتي ان احنا ماسكين الوش بتاع السويتش، لفيناه لفة صغيرة لحد ما بان معانا الجزء اللي هنربط فيه حبل الشفاط زي ما احنا شايفين. بمجرد ما تظهر معانا الحلقة دي هنمرر منها الحبل بتاع الشفاط، وطبعا مش عايز اقول لكم ان احنا نفضل ماسكين الوش بتاع السويتش، عشان لو اتحرر مننا الموضوع هيبقى اصعب شوية. بناخد الحبل ده ومن طرف واحد، الطرف اللي من جوه هنربطه بعقدة كويسة. بعد ما عملنا العقدة وتأكدنا ان هي مربوطة كويس، بنشد الحبل بالراحة لحد ما العقدة تخش جوه السويتش، ونبدأ نمرر الحبل من تحت الوش بتاع السويتش عشان نرجع الوش بتاع السويتش مكانه تاني. وبعدين هنربط المسمارين الأساسيين اللي هم بتوع السويتش، وهنعيد الخطوات بالعكس. يعني زي ما احنا حررنا السويتش من الريش اللي بتقفل على الشفاط من الخارج، نبدأ ان احنا نركبها فيها تاني. بعدين هنركب المسمارين اللي ماسكين السويتش في جسم الشفاط، ونبدأ نثبت على كل المسامير نتأكد ان هي مربوطة كويس. ركبنا الشفاط في الحيطة مكانه وقفلناه بالمسمارين الأساسيين بتوعه. بعدين بنركب المروحة، وتركيب المروحة بيبقى سهل جدا، لأن احنا بنتأكد ان احنا حطيناها في المسار بتاعها ونزقها لحد ما نسمع تكة معينة. أول ما بنسمع التكة دي يعني هي قفلت اللوك بتاعها.
وللتأكيد بنشدها شدة صغننة للخارج متطلعش معانا فبتبقى مظبوط. بنبدأ نشيك على السويتش بتاع الشفاط اللي احنا غيرنا له الحل. بنسحب سحبة واحدة يشتغل شفاط، السحبة التانية هيعكس اتجاهه وهيشتغل مروحة، السحبة التالتة هيقفل خالص. وبكده نكون عملنا صيانة كاملة للشفاط وغيرنا الحبل اللي اتقطع ورجعنا الشفاط يشتغل بكفاءة تاني من غير أي مجهود جبار ولا أي مصاريف تدفع. شكرا لكم على متابعتكم، ولو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك، ومستني آراءكم في الكومنتات. شكرا.